ايه الاختبارات بقى اللي بس؟ اول اختبار هبوط المخروط او الكون تيست. الكون تيست ده اسهل حاجه انت ممكن تتاكد منها. فكرتها ايه؟ ان كل ما كان القوام بتاعك اعلى كل ما مقدار الهبوط بتاعك نتيجه وزنها يبقى اكتر. فبجيب مخروط قياسي ابعاده 10 20 30، قطر الدايره من فوق 10 سم، قطر الدايره من تحت 20 سم، ارتفاعه 30 سم. بملاه بالخرسانه وبعدين اشيل الكون ده او المخروط ده. الخرسانه هتنزل نتيجه وزنها، كل ما كان الهبوط بتاعي اكتر كل ما كان القوام بتاعك ايه اكتر. بس دي الفكره. هو عشان اسهل واحد فهو اكتر واحد انتشارا وشيوعا. اول حاجه الخطوات بقى، اجهز المخروط بتاعي ده لازم يبقى ناشف او نضيف، اتاكد من مقاساته مش مخبوط مثلا، مش انبعاج او حاجه، مظبوط. دخنته بتبقى 1.5 مللي. انضف سطحه من جوه لو كان في اي رواسب من خرسانه اختبرها قبل كده، اغسله بالميه وانشفه واجهز العينه اللي انا عاوز اختبرها. وبعدين احط المخروط ده على سطح مستوي، مش معرض لاي صدمات، مش منفذ للميه يسحب لي الميه اللي انا هحطها في الخرسانه. عند تلتين الارتفاع كده الكون ده ليه مقبض، فبمسك المقبض بايديا وليه تحت سناده بالرجل، بحط رجلي على السنادات دي عشان اثبت. وبعدين بملاه على 3 مرات. يبقى الارتفاع بتاعي اللي هو ال 30 سم ده بملاه على ايه؟ على 3 مرات. كل مره بدمجه بعمود دم طوله 60 سم وقطره 16 مللي، سيخ حديد قطره 16 مللي. بدمج بيه الطبقه الاولى، يبقى بحط الطبقه الاولى ل 10 سم وبدمج بيه الطبقه الاولى بحيث ما يلمسش القاع بتاعك. وبعدين املى الثلث الثاني وبرضه ادمج بالعمود دمج بحيث ان هو يخترق الطبقه الاولانيه، ماشي؟ وتدمجها برضه 25 مره. وبعدين تحط الايه؟ الدفعه الاخيره وتدمجها 25 مره، تساوي السطح وتشيل اي خرسانه زايده وتلم الخرسانه اللي حوالين المخروط. اي حاجه روبه او حاجه من تحت لازم ما يحصلش كده، ورجلك تبقى دايما متثبته على على الكون من تحت. بعد كده ترفع الكون ده في خلال دقيقتين ونص. يبقى من بعد ما مليت الكون ده خلال دقيقتين ترفع الكون ده بالراحه بطريقه عموديه. هتنزل الخرسانه، حط الكون ده الارتفاع الاساسي 30 سم، حطه جنب الخرسانه، وحط على الكون ده مسطره خشبه حديده بتاعت الدمك اللي انت استخدمتها دي، اي حاجه. قيس المسافه بقى بين اعلى نقطه في الخرسانه دي والمسطره الخشبه، اي حاجه. يبقى هو ده مقدار الهبوط اللي حصل في الخرسانه. تبقى الهاره ب 5 مللي. شايفين ادي التراك اللي هو جايه لي في الموقع. اول اختبار بعمله عليها اعمل الصامبل تيست ده، اتاكد من القوام بتاعي. اعمل الحكايه دي ب3 عينات، وال3 عينات يتعملوا في فتره واحده. يعني مش هسيب العربيه موجوده عندي في الموقع ساعه وبعد كده اجي اعمل الصامبل تيست ده، اكيد الهبوط بتاعي هيقل. يبقى فتره زمنيه ورا بعض على طول، فتره زمنيه واحده. مقدار الهبوط ده بيحدد لي بقى التوصيف اللي احنا قلنا عليه من ال5. فقال لي مقدار الهبوط من 0 ل 20 القوام بتاعك يبقى دراج جاف، من 10 ل 40 صلب، وهكذا. طب هتقول لي طب لو عندي 15 هيبقى جاف ولا صلب؟ هو مديك توليرانس او دقه سماحيه زياده، فمزود معاك السماحيه لان العوامل اللي بتاثر على القوام دي كتير قلنا. المهم هي تطلع في انهي رينج ده مظبوط، انك القوام بتاعك اللي انت عاوزه يبقى لادن ولا لا. طالع في الرينج ده يبقى خلاص القوام بتاعك لادن، يبقى هي درجه سماحيه مش درجه تصنيف. طالع في الرينج ده يبقى هو القوام بتاعك مظبوط وصل. انا مش عاوز ارفض خرسانه، يعني انا مش عاوز اضر الناس، فبدي درجه سماحيه. انا دي تكلفه عندي برضو على المشروع، ان انا ارفض تراك جايالي بخرسانه واقول لها لا دي قوامها مش مظبوط واعمل لها رفض، لا. فبدي دقه اكتر. قلنا ده اكتر اختبار واهم اختبار واكتر شيوع، مش محتاج ادوات منك كتير. هو الكون وقضيب الدم بتحطه ومعاك المتر تقيس، مش محتاج عماله ماهره تعلمه لاي عامل عندك هيعمله في ثواني. مش محتاج خطوات كتير ولا محتاج اي تكلفه. تعال نشوفه بقى. بينظف الكون بتاعك اهو. السطح بتاعك لازم يبقى نظيف، مش عليه اي حاجه، ما بيمتصش اي ميه.
non-absorbent surface. The cone will be held in place. You can stand on the ears or you can use the front place and lock them into place. Fill the cone. بيثبت المخروط برجله وبيحط الثلث الاولاني around the mouth of the cone to evenly distribute. Run this lift throughout the step. بيشوف ادي محتاج 10 سم، فبيحط ايده كده من فوق يقيس اهو على طرف المخروط من فوق عشان ما يزودش عن الايه، عن المسافه دي ويخبط في الارض. يبقى ماسك القضيب من المسافه اللي تسمح له ان هو ايه، ينزل الايه، الحته اللي هو عاوزها. يحط التلت الثاني اهو، عاوز يخش في الطبقه الثانيه معايا 25 ضربه برضو مره. اخر تل محتاج ان هو يوصل لايه برضو، ما يعديش الطبقه الثانيه. لو في اي حته عندك الخرسانه ما كفتش زودها معايا بخرسانه الزياده، شيلها تساوي السطح بتاعك. خلال دقيقتين تكون رافع الايه؟ الكوم. من دون اي ايه حركه كده او دورانيه او اي حاجه. ثبتها، ثبت ايدك وارفع لفوق. حط المخروط جنبه وقيس الايه؟ وقيس المسافه لحد ايه؟ سطح منفصل. في ليميت للاختبار. شكل الانهيار ده ليه ليميتيشن. الانهيار اللي حدث في الفيديو ده كان انهيار ايه؟ انزلاق كده، كولابس. ممكن الانهيار بتاعك يبقى حقيقي، يعني شكل البركان كده، ده الحقيقي مقبول. ممكن الانهيار بتاعك يبقى شير، تلاقي مقصوصه كده، تلاقي الخرسانه عاليه قوي من ناحيه ومن ناحيه ثانيه ايه الهبوط بتاعها زياده قوي. فانت هتقيس انهي بقى؟ لا، الاختبار ده فاشل اساسا، ما تقيسش منه خالص. يبقى الانهيار اللي مقبول هو الحقيقي. الانهيار الشير او الكولابس مش مقبول. تقول لي طب ما الكولابس انا محتاج درجه تشغيليه عاليه. انت ممكن ده مقدار الهبوط بتاعه كده، بس ممكن مثلا فلوبل كونكريت او حاجه محتاجها تبقى الخاصيه دي ايه موجوده. يعني انت محتاج ان الفلوبل تبقى عاليه قوي. الاختبار ده بيصلح للخرسانه العاديه ماشي، بيصلح الخرسانه اللي فيها هواء محبوس ماشي، بس المقاس الاعتباري الاكبر بتاعك للركام ما تزيدش عن 40 مللي. الركام بتاعك ممكن يبقى عادي الوزن او خفيف الوزن عادي، لكن في خرسانه ممكن ما بتحطش فيها رمل خالص. قلنا الرمل مساحه سطحيه عاليه بتحتاج ميه اكتر، وبالتالي ايه الركام الناعم ده او الصغير ده مشكله. في خرسانات ما بيحطوش فيها كميه رمل خالص، الاختبار ده مش يصلح ليه. لا يزيد الزمن من نهايه الخلط وبدايه الاختبار عن دقيقتين. يبقى انت لما تجيلك الترك عندك في الموقع ما تقولهاش بقى وقفي خلط بقى خلاص. انت توقف الخلط، تاخد العينه بتاعتك، تستمر في الخلط بتاعك. من لحظه وقفت الخلط عمليه الإماحة بتحصل والتفاعلات معاك بتحصل. انت مش عاوز يحصل كده، عاوز بدل ما يقلب فيها يأخر الزمن ده ايه على قد ما تقدر، عقبال ما البامب ايه توديها لمكانها اللي هتصب فيه. فعقبال ما تعمل الاختبارات بتاعتك وتخلصها ما توقفش عن دقيقتين الخلاطه بتاعتك.